بعيدا عن الرفاهية، هذه بعض احتياجات المواطن اليمني للبقاء على قيد الحياة. قلوا بالبداية يحتاج كيس دقيق 18500 ريال، هذا لو عياله من النوع اللي ما يأكلوا إلا بعد ضرب. أما لو كانوا من النوع اللي يعطف ملوقة بعد الغداء يوأس، بهذه الحالة أقل شيء يحتاج 2 أكياس. بعد ذلك يحتاج قط مابر ب9000 ريال، ويحتاج قط ماء رز من العادي من اللي كنا ما نرضيش نأكله 4500 ريال. يحتاج قط ماء سكر ب4500 ريال. يحتاج دبة زيت ب4000 ريال. يحتاج 2 دباب غاز، حبة 7000 وحبة من السوق السوداء 8500. يحتاج كرتون صلصة ب2250 ريال. يحتاج واية ماء 12000 ريال. هذا إذا هو يتغسل يوم بالأسبوع، أما له يتغسل كل يوم فتح الله عليه يشتري 2 وايتات. يحتاج إيجار بيت 30000 ريال. يحتاج حتى كهرباء 7000 ريال على الأقل، وإذا معه جاهل يحتاج له علبانيدو 15000 ريال. ويحتاج له حبل ونص حفاضات ب7500 ريال. ويحتاج حق مشاوير ومواصلة 20000 ريال على الأقل. ويحتاج لحظة سلامات، إيش في؟ لحظة عاد تصير قاهي 150000. طيب ولا هي 150000 تكلمني أنا ولا تكلمهم هم؟ تكلم اللي فوق، تكلم اللي رفعوا الأسعار، تكلم اللي قطعوا الرواتب، مو تكلمني أنا. تكلمني أنا لأن أنا ذكرتكم إيش يحتاج المواطن. وعلى فكرة والله ما قد ذكرنا إلا ربع الاحتياجات. لو ذكرنا البطاط والطماط والبصل والبسباس كم بتطلع؟ لو ذكرنا الثومة والشتاء والشاهي والقهوة كم بتطلع؟ لو ذكرنا البيض والزبادي والفول والفاصوليا كم بتطلع؟ لو ذكرنا الملح والليمون والحلبة والقرفة كم بتطلع؟ لو قلنا حبة دجاج بالأسبوع كم بتطلع؟ لو ذكرنا العلاجات والمهدئات والبروفين والبنادول كم بتطلع؟ لو ذكرنا حق الشواحن وحق التواصيل والسماعات كم بتطلع؟ لو ذكرنا حق النت وحق الاتصالات، لو ذكرنا حق القات وحق البيبسي وحق الثلج، لو ذكرنا حق الدفاتر وحق الملازم وحق الأقلام وحق المصادر، لو ذكرنا رسوم المدارس والجامعة، لو ذكرنا الملابس والشرابات والصنادل والجزمات، لو ذكرنا الصابون والشامبو والفيري والكلوريكس، لو ذكرنا الجعالة حق العيال، طرزان، اندومي، كيك، عصير كم بتطلع؟ لو ذكرنا ولو ذكرنا ولو ذكرنا ولو ذكرنا، يا أخي في حاجات كثير ما ذكرناها والله. ومع ذلك بشوفك تتضجر ان الطلبات كثير والمبلغ اللي يغطي احتياجاتنا اكبر بكثير من دخلنا. كم دخلنا عسى الله؟ معظم الناس بلا رواتب، وحتى اللي معه راتب كم بيستلم؟ مثلا 50000 100,000 150,000 200,000، والله ما تغطي حتى أبسط الأساسيات. بس ربنا يعين الناس اللي دخلها ما يكفيها، وربنا يعين الناس اللي ما عندها دخل، ربنا يعين الموظفين المحرومين من رواتبهم. الله يكون بالعون.